اهلا بس على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وصحة تملي كده يا رب. معانا اخبار متنوعه، اخبار عن نادي الزمالك، عن نادي الاهلي، وخبر يخص من صعد للدوري المصري من دوري المحترفين اللي هو الدوري الدرجه الثانيه. خلينا نقول من صعد من دوري الدرجه الثانيه اللي هو دوري المحترفين هو نادي بتروجيت. نادي بتروجيت صعب بعد فتره غياب طويل. نادي بتروجيت شفناه في الدوري كان لسنين طويله، اكتر من 11 سنه تقريبا كان معانا في الدوري ما بيهبطش، لكن هبط تقريبا في 2019 وصعد تاني للدوري الممتاز. ولسه ما اعرفش بقيه الفرق اللي هتصعد، ممكن غزل المحله، ممكن وادي دجله، ان هم الاثنين بيتنافسوا والنقط قريبه جدا من بعض. الخبر يخص نادي الزمالك. نادي الزمالك خلاص توقف له يعني وافق على حضور 30,000 مشجع لماتش تلميذ اللي هو في الدور النص النهائي القادم يوم 21 في الشهر. اما نادي الاهلي خلاص اتاكد من غياب امام عاشور ومروان عطيه عن ماتش اللي قادم اليوم برضو في دور النص النهائي في افريقيا. خلاص هيغيب امام عاشور وهيغيب مروان عطيه بشكل نهائي. بس دي الاخبار اللي كانت معانا.